بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن البرنامج الشامل لوقاية طيورك من الأمراض بسبب الطقس السيء أو التقلبات الجوية. طبعا في تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية بموجة من الطقس السيء ستشهدها البلاد اعتبارا من يوم الأربعاء القادم وحتى يوم الأحد، هتبقى متمثلة في تفاوتات وانخفاضات في درجات الحرارة وأمطار ورياح. كل ده ممكن يتسبب كالعادة في إجهاد طيورك وبالتالي انتشار الأمراض، سواء الأمراض الكامنة أو المنقولة. عشان كده هنقول أهم النصائح لمربين الدواجن والحمام وطيور الزينة لتلافي المشاكل والأمراض خلال هذه الفترة، وهنعمل مع بعض برنامج سهل تطبيقه على الطيور ونطبقه أهم حاجة بكل دقة إن شاء الله. بس خلونا قبل ما نبدأ الفيديو نرحب بكل إخواتنا المشتركين الجدد معانا بالقناة بكل الود ونلقاكم، وبتوجه برسالة شكر وتقدير وامتنان لكل إخواتي اللي بيدعموا المحتوى والفيديوهات المقدمة سواء باللايك أو الشير أو اشتراككم في القناة. ده طبعا أكبر حافز لينا على تقديم كل ما هو جديد ومفيد. نبدأ الفيديو على بركة الله. طبعا الطقس السيء ده يا جماعة بيبقى مجهد للطيور وبالتالي بتنخفض المناعات، ولما بتنخفض المناعة بتنشط وتنتشر الأمراض، سواء بقى الأمراض اللي كانت كامنة جوه الطائر، لأن معروف إن في بعض أنواع الطيور زي الحمام بتبقى حاملة للمرض، أو في أنواع من البكتيريا أو الأمراض بتبقى زي الإيكولاي بتبقى موجودة في أمعاء الطيور بصورة طبيعية، أو فرصة لانتقال العدوى ما بين الطيور والأفراد الحاملة للمرض أو عن طريق الريح أو عن طريق الغبار. لتجنب ذلك يراعى الآتي بكل دقة. أول حاجة ضبط التهوية بالمكان لتجنب التأثير الضار للرياح وتيارات الهواء المباشرة على الطيور. طب أظبط التهوية بالمكان إزاي؟ ببدأ إن أنا بقفل أماكن دخول الهواء أو الاتجاهات البحرية، وببدأ إن أنا أظبط التهوية بتاعتي من الناحية القبلي وبالليل، بحيث إن أنا أهم حاجة ما يكونش فيه تيارات هواء مباشرة على طيورك في المكان، أو يكون المكان مكتوم. لو انت مربي مثلا دواجن او فراخ ما يكونش فيه ريحة امونيا في المكان او حرقان في العين او في غبار في المكان. وبرضو لو انت مربي حمام ما يكونش المكان مكتوم، عشان الحمام ده طائر برضو ما ينتجش عن النشاط بتاعه غبار، وبالتالي ما يسهلش انتقال الامراض التنفسية. يبقى اذا المكان جيد التهوية، ما هوش مكتوم، ما هوش مغبر، ما فيهوش ريحة وحشة، وفي نفس الوقت ما فيش تيارات هواء مباشر على الحمام. ظبطت التهوية عندك، ابدا اخش على الجزئيه التانية، ان انا انتبه لسقف المكان اللي انا مربي فيه الطيور يكون معزول كويس عشان يمنع تسرب المياه داخل المكان اللي بربي فيه الطيور، سواء بقى حدوث بلل للطيور او فساد للاعشاش او رفع نسبه الرطوبه بالمكان، ده هيأثر بالسلب على طيورك. طيب النقطه الثالثه سرعه تصريف مياه الامطار، طبعا سواء من على السقف او من المكان عشان ما نرفعليش نسبه الرطوبه. الحاجه الرابعه ان انا اوفر الاكل ومخزون العلف لطيوري خلال هذه الفتره لتجنب سوء تداول اثناء تلك الفتره، ما يحصلش ان انا مثلا يبقى في تكلفة زيادة للنقل، او ان الحبوب المنقولة او العلف المنقول يتعرض للرطوبة او للمياه الامطار. النقطة الخامسة ودي نقطة مهمة جدا، الاهتمام بالاضاءة وشدتها بالمكان. يعني انا لازم لو الفترة في فترة اظلام او فترة غيامة شدة الاضاءة اتأثرت، لازم احافظ على شدة الاضاءة. مفيش مانع ان انا ايد النور، مفيش مانع ان انا احافظ على عدد ساعات الاضاءة المناسبة حسب نوع الطيور اللي انا بربيها. ده طبعا بتختلف من بين الفراخ والحمام. هنقول بالنسبة للحمام من 14 ل 16 ساعة إضاءة، وتكون شدة الإضاءة طول اليوم متقاربة من إضاءة النهار الطبيعي. طيب التغذية، وطبعا احنا عاملين فيديو هنا على القناة بنتكلم فيه عن الإضاءة وأهميتها وطريقتها. طيب التغذية الجيدة والمتوازنة للطيور، والطيور تبات واكلة، بمعنى ان انا باكل الطيور بتاعتي الوجبة الغذائية بتاعتها تكون خلطة حبوب متوازنة عشان تبقى قيمة غذائية وقيمة علاجية في نفس الوقت، وان الطيور بيبقى الوجبه الرئيسيه بتاعتها قبل الغروب مثلا بساعتين، بحيث ان الطيور تبقى بايته واكله وشبعانه، ده بيديها جزء من الدفء. النقطه بقى السابعه، هنستعمل مع بعض البرنامج الوقائي الآتي بكل دقة. هقول على برنامج ممكن تطبقه بإضافات طبيعية سواء أنت مربي طيور حمام دواجن طيور زينة، وبرضه هنقول ملخص لو أنت بتستعمل إضافات بيطرية. طبعا يوم الحد والاثنين ان شاء الله اللي هو يبقى من باكر كده باذن الله، بدأ من باكر هستعمل رفع مناعه بماء الشرب لمده يومين، اللي هو يوم الحد والاثنين. اي رفع مناعه، سواء بقى بتستعمل مثلا رفع مناعه بيطري متاح ليك، او فيتامين الف د 3 هي، او فيتامين ه سيلينيوم، او هتستعمل حاجه بشرة زي مثلا الاميولنت، او هتستعمل خلطه اعشاب زي حبه البركه والعسل والجينسينج. اجي يوم التلات احط ميه بيضاء عادي اريح الطيور بتاعتي في اليوم ده،
يوم الأربعاء ببدأ أستعمل الجنزبيل بالليمون في مية الشرب. هتبقى الجرعة عبارة عن ملعقة صغيرة من الجنزبيل مع نصف ليمونة لكل 2 لتر مية. طبعا الليمون غني بفيتامين سي، والجنزبيل برضو مطهر معه تنفسي إلى جانب قيمة غذائية، والليمون حامضي برضو مش هيساعد على انتشار البكتيريا والأمراض. والليمون والجنزبيل الاتنين ما بيتمزجوا ببعض، الجنزبيل بيهدي من حموضة الليمون، والليمون بيهدي من حرفية أو طعم الحريف للجنزبيل، فبالتالي الطول بتقبل على شرب المية. نيجي ببركة الله يوم الخميس ممكن احط ينسون في ماء الشرب بمعدل جرام على اللتر، او برضو ملعقة صغيرة لكل 2 لتر مية. يوم الجمعة بحط زعتر في مية الشرب ملعقة صغيرة لكل 2 لتر مية، او مقدار 2 جرام ونص لكل 2 لتر مية. يوم السبت ممكن اضيف الشاي بالليمون، ملعقة صغيرة من الشاي مع نصف ليمونة لكل 2 لتر مية. يوم الاحد وان شاء الله ده يبقى اليوم المتوقع ان هو اخر يوم في موجة الطقس السيء، هنضيف عسل اسود، وممكن ان احنا نضيف الليمون مع العسل الاسود بمقدار ملعقة صغيرة مع نصف ليمونة لكل 2 لتر مية، طبعا عشان يدي سعرات حرارية ويدفي الطيور بتاعتك. اهم حاجه زي ما احنا قلنا ان الطيور تبات واكله، الوجبه الرئيسيه للطيور تبقى قبل الغروب بساعتين او ساعه ونصف عشان الطيور تبات واكله، لأن يبقى عندها احتياجات غذائيه تعرف تدفي جسمها وتبقى بصحه كويس. لو لا قدر الله في اي طيور ظهرت مصابه بعزلها وابدا اطهر في المكان، والعزل طبعا يبقى في مكان جيد التهويه وغير متعرض للتيارات الهواء المباشره عشان ابدا اتعامل مع الحالات الفرديه بس. طيب بالنسبه لاصحاب المزارع الكبيره، كان عندك اضافات بيطرية ممكن تستعمل في الفترة ديت فيتامين سي، روافع المناعة، يعني عندك فيتامين ألف د 3 هي ممكن تستعمله، فيتامين ه سيلينيوم ممكن تستعمله، عندك جلوفيت ممكن تستعمله. المطهرات في الفترة دي ممكن تستعمل مطهرات في مية الشرب خاصة اليود. طبعا بالنسبة لمربين الفراخ أو عنابر الفراخ، تغيير الفرشة، انت بتبقى مقفل فما ترفعش نسبة الرطوبة في المكان، تغيير الفرشة الرطبة. ونتمنى طبعا ليكم ولطيوركم السلامة، واتمنى ان شاء الله ان الفيديو ده يعجبكم وتستفادوا منه وتدعموه باللايك، لان الدعم الفيديو باللايك ده بيبقى دعم لينا عشان نقدر نقدم كل ما هو جديد ومفيد بإذن الله. دمتم في حفظ الله ورعايته، نلقاكم دوما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.